ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. لسه مكملين كلامنا وحكاياتنا عن الكاتب والأديب اللي متصنف في حتة لوحده إنسانيا وأدبيا، الدكتور محمد المخزنجي. بدأنا الحلقة اللي فاتت من عند ذكريات المخزنجي في خمسينات القرن الماضي في مدينة المنصورة، بيته اللي كان بيطل على مساحات واسعة، ورشة والده للسيارات اللي كان عاملها تحت البيت، مدرسته اللي كانت من غير سور. ويمكن شكل مدرسته والبراح المكاني والنفسي اللي اتربى فيه المخزنجي خلاه يكره أي مكان بسور، سواء مدرسة أو أي مكان تاني. وده مؤشر بيفسر إزاي إن الحوار الوحيد تقريبا الكامل الموجود للدكتور والكاتب محمد المخزنجي مش متنفذ في استوديوهات مقفولة، لكنه حوار دار في الشارع على كورنيش النيل في المنصورة. وتاني لقاء كان في نقابة الأطباء عن كتاب السعادة في مكان آخر مع دكتور غنيم، وشكر المخزنجي وقتها الإعلامي محمود سعد اللي عمل معاه الحوار الأول والتاني على إنه استجاب لرغبته في التسجيل خارج الاستوديو، وده لأنه مش بيرتاح في الاستوديوهات عموما. واعتقد إن ده بيتفق جدا مع طفولته ونشأته وطبيعة المكان والحياة اللي عاشها، ويبرر كمان شعوره بعدم الراحة في كل ما هو محدد ومقولب، مش بس في الأماكن، لا كمان في الأدب. وأكبر دليل على ده هو كتابه بيانو فاطمة والبحث عن حيوان رمزي جديد للبلاد. الكتاب ده إصدار دار الشروق، الطبعة الأولى كانت سنة 2018، وزي ما هو واضح من العنوان الكتاب بينقسم إلى قسمين: نوفيلا، رواية صغنونة كده بعنوان بيانو فاطمة، واللي بتحكي عن البيانو اللي قرر بطل الرواية يشتريه وينقله من أوكرانيا مكان دراسته إلى وطنه مصر. بتبدأ رحلة نقل البيانو اللي بيحيط بيها حبه لفاطمة زميلته اللبنانية اللي كانت اتفقت فعلا على شراء البيانو، لكنها سابته لزميلها يشتريه في اقتراح منها لما سألها اخد ايه معايا مصر قيم ومش موجود هناك. وبيبتدي يحكي حكاية شراء البيانو وشحنه إلى مصر، والمفارقات اللطيفة اللي حصلت بعد كده لمحاولة إدخال البيانو فقط من باب العمارة اللي فيها بيته في مصر، وتفاعل أبناء منطقته مع هذا الكيان العجيب الواقف بثبات وشموخ في مدخل العمارة. حكاية يدخل فيها الغموض لما يسمع عزف صادر من البيانو بدون وجود شخص حقيقي بيعزف عليه، ويزداد الغموض لما بشكل ما يقرأ صاحب البيانو في الجرايد بعد ما باعه وتخلص منه بسنوات عن مدرسة في بنها فيها في غرفة الموسيقى بيانو بيصدر أصوات عالية جدا بدون وجود حد بيعزف عليه، يعقب الأصوات دي دايما هزة أرضية ارتدادية. وإن رغم رعب المدرسين والطلبة من هذا البيانو إلا إنهم بدأوا يعتمدوا عليه كجرس إنذار غير معروف أصله ولا فصله ولا طريقة عمله، بيعتمدوا عليه في إنهم يخرجوا الطلبة من المدرسة أول ما تصدر من هذا البيانو الأصوات العالية اللي دايما بيحصل بعدها هزة ارتدادية. وما جلتش ولا مرة، كل مرة البيانو يعمل الصوت تحصل بعدها الهزة مباشرة. ويبتدي بطل الرواية يشك إن هو ده البيانو اللي هو اشتراه وجابه معاه مصر، وإنه بعد ما باعه بشكل ما وصل للمدرسة دي، فيبدأ رحلة جديدة يسافر فيها بنها عشان يتابع قصة البيانو ويتأكد إذا ما كان بيانو فاطمة اللي طلع من كييف في أوكرانيا وصل فعلا لغرفة موسيقى في مدرسة في بنها. الجزء الثاني من الكتاب وهو بعنوان البحث عن حيوان رمزي جديد للبلاد. دي حدوتة ملهاش أي علاقة بحكاية بيانو فاطمة، لأن الكتاب مقسوم لجزئين، لكن الجزء ده بديع وممتع وجديد من نوعه وحقيقي تضحك وانت بتقراه. مش هقدر أصنف الجزء ده من الكتاب بأكتر من اللي قاله عنه المخزنجي: أنا أعتمد على الله وأسيب نفسي لأكتب بضحك، وربما بضحك يشبه البكا أو بكا يشنهفه الضحك، فأكرس فن القصة على تقنية المقال على سعي البحث، ثم أغطي هذا كله بنار العاطفة التي هي طاقة كل أدب. وزي ما يكون المخزنجي حس بأزمة أمام هذا النص اللي يقع موقعه زي ما قال بين المقال والقصة والبحث العلمي، ما بقاش عارف يطلقه على الناس بأي اسم، لكنه قرر يسيب نفسه من الحسابات ويسيبها على الله. وجد في الجون الحقيقة، لأن البحث عن حيوان رمزي جديد للبلاد هو توليفة جديدة، واختلافها هو اللي بيخليك مشدود ليها طول ما انت بتقرأ. ما بتبقاش عارف انت بتقرأ ايه بالظبط، لكنك مبسوط بالحوار الداير بين صديقين قرروا في قعدة صفا ودردشة يدوروا على حيوان يرمز للبلد، حيوان يدل علينا وندل عليه، ومن المعروف من خصاله نتعرف على المجهول من دوافعنا. ياخدك المخزنجي كعادته لرحلة البحث المعرفي ويقلب معاك في الأساطير والتراث الخاص بالموضوع ده، يعدي بقى على الحيوانات الرمزية المعروفة لبلاد مختلفة، ويبتدي الحوار الفكاهي بين الصديقين يتحول إلى بحث لطيف وخفيف
حول المقترحات لاختيار حيوان يرمز للبلد، من أول طائر شبه النسر اسمه عقاب السهوب ضخم وقوي، إلى النسر المصري المعروف بخبثه وذكائه، ويفكروا في خصوصية الجاموس المصري المختلف عن البقر الشائع في العالم. وتفضل سطور البحث العلمي والحوار المنطقي واللا منطقي اللي داير بين الصديقين لحد ما بيوصلوا بمفارقة مضحكة جدا إلى اتفاق على حيوان رسمي لمصر له وجود راسخ في بيئتنا من بحري للصعيد. البحث عن حيوان رمزي للبلاد بالنسبة لي هو خلطة جديدة على مطبخ المخزنجي. أحلى ما فيها هو مغامرة التجربة اللي مش بس جت سليمة، لأ دي جت بديعة وممتعة. نص أدبي مفتكس أطلق عليه المخزنجي في النهاية اسم تكريسة، يعني بالبلدي توليفة. لما تتأمل حياة المخزنجي في صباه وشبابه هتتأكد إن المغامرة وروح التجربة دي مش غريبة عليه، رغم هدوءه الظاهر. يمكن هدوءه ده هو اللي بيخلي مغامراته ما فيهاش صخب، لكنها موجودة وبقوة. مغامرات وتجارب فيها فضول واستكشاف هادئ، لكنه مليان إصرار وبحث عن متعة التجربة. يمكن ده اللي خلاه فضل فترة يشتغل في السيرك. الموضوع بدأ من حبه للعبة الجمباز وممارسته ليها وتفوقه فيها كمان، لأنه كان بيشارك في بطولات الجمهورية. لكن مش كل اللي بيلعبوا جمباز بيروحوا يشتغلوا في السيرك. اللي حصل إن واحد زميلهم اسمه سمير بسيط الحال كان بيتدرب معاهم في الجمباز وبيشتغل في نفس الوقت في فرقة سيرك من الفرق البلدي اللي بتلف في الموالد وتحيي المناسبات. وفي يوم جالهم سمير التمرين ورجله مجزوعة، طلب من محمد المخزنجي إنه يلعب مكانه في الفرقة علشان شغل الفرقة ما يقفش. وافق المخزنجي طلبا للتجربة والمتعة ومساعدة لسمير. عمل المغامرة دي من غير ما يعرف أهله، وكانت الفرقة تعدي عليه وتاخده من مكان بعيد شوية عن البيت ويروحوا ينصبوا النصبة في الحفلات والأفراح والموالد. واستمرت معاه التجربة دي يروح ويجي عليها طول سنين الثانوي لحد ما دخل كلية الطب في جامعة المنصورة. ولأن مغامرات الدكتور المخزنجي لا تخلو من النبل والأخلاق، فزي ما كان بيحرص على دفع تذكرة القطر وهو بيعيش مغامرة الركوب على سطحه، كمان كان ما بياخدش فلوس من الفرقة البسيطة دي، وبيقول آخد فلوس إزاي؟ ده كله في الأساس كان عشان رجل سمير. وفضلت مغامرات المخزنجي مستمرة في حياته بعد كده من خلال رحلاته وسفرياته في شغله مع مجلة العربي اللي زي ما وصفها كانت فاكهة الشغل. ومع أول سفرية ليه سأل نفسه: أنا ما اشتغلتش صحفي قبل كده، هكتب تحقيق صحفي إزاي؟ فكر شوية وقرر إنه هو هيتبع أسلوب إنه يحكي الحكاية من أول ما ينزل من الطيارة لحد ما يركبها تاني. وبكده اتكون كتاب جنوبا وشرقا، كتاب أدب الرحلات للمخزنجي من السفريات والحكايات دي. وكانت أولها هي حكاية رحلته لجنوب أفريقيا. وقتها الأحداث السياسية اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا كانت تخلي وجود أي صحفي فيها زي ما وصف المخزنجي مخاطرة مش مغامرة. وفي الوقت اللي كان زمايله من الصحفيين بيحبوا يسافروا أوروبا، كان هو مغرم بقارة آسيا وأفريقيا، جنوب وشرق العالم. ومن هنا جت تسمية الكتاب جنوبا وشرقا، رحلات ورؤى. كان بيلاقي في قارة آسيا وأفريقيا متعة خاصة، ويقول: ثمة فلسفة روحية ورؤية خلابة ورحيمة في ناس وبلدان الجنوب والشرق، وقد فتحت عيون بصيرتي بقدر المتاح والمستطاع لالتقاط هذه الرؤى وتأملها في مرآة روحي. والحقيقة إن كتير من الناس ما عادش عندهم اهتمام بقراءة أدب الرحلات حالياً، لأن في 2023 خلاص ممكن نشوف كل الأماكن الموجودة في العالم على الإنترنت ونعرف عنها، ونشوف حتى الطبيعة والجمال اللي فيها، والفلوجز اللي بيعملها الناس اللي بتحب السفر بقت تغني عن البحث عن تجربة السفر في الكتب. ولما جربت مؤخراً أجيب كتاب جديد من كتب أدب الرحلات ما تشددش خالص، وحسيت بملل رهيب وما قدرتش أكمل الكتاب، واعتقدت إن النوع ده من الكتابة ما عادش راكب على الزمن. لكن لما قريت التجميعة الموجودة في كتاب المخزنجي جنوبا وشرقا الصادر عن دار الشروق سنة 2011 لقيت حاجة مختلفة تماما. لما حاولت أفسر لنفسي ليه الكتاب عجبني وشدني وأضاف لي جديد، لقيت أن يمكن لأن المخزنجي مش بس بيوصف لك الأماكن، لا هو بينقل لك روح المكان والطاقة اللي فيه، وبشكل ما بتلاقي نفسك زي ما تكون واقف في المكان فعلا وحاسس بالحاجات اللي بتتوصف. يعني أكاد أجزم إني وقفت على البحر في مدينة طنجة في المغرب ووصلني إحساس العراقة الموجود فيها، وإنها مدينة أسطورية مليانة تاريخ. والمخزنجي لما بيتكلم عن مكان بيتكلم عنه من خلال الحاجات اللي نكشت فكره وإحساسه في المكان، فيوصف لك الطبيعة في طنجة وصف أدبي يخليك تشوفها من زاوية تأثيرها على نفس وروح الكاتب، ويحكي لك الأحداث التاريخية اللي حصلت فيها والفنانين والأدباء اللي طلعوا منها، ويقول: لو لم أعش في طنجة لما كتبت بالطريقة التي كتبت بها. كمان عمق المخزون المعرفي والإنساني عند المخزنجي هو اللي بيخلي وصفه للأماكن متعشق بتفاصيل تخلي تجربة الكتاب مختلفة عن أي كتاب أدب رحلات تاني.
ومن الحكايات اللي مستحيل أنساها في الكتاب هي حكاية أبراج الصمت. أبراج الصمت موجودة في الهند، شيء عجيب اللي وصفه المخزنجي في المكان ده، والأجمل من وصفه كان تحليله ورؤيته لحقيقة ما وراء اللي بيحصل في المكان. أبراج الصمت هي مقبرة موجودة في أعلى تلال ملابار، هي باختصار خاصة بأموات المجوس الموجودين هناك، واللي بيجيبوا الميت ويتم تجهيز الجثمان بطقوس معينة، وبدل ما يدفنوه بيحطوه على الأبراج العالية اللي بيسموها أبراج الصمت. بيحطوا الميت فوق كده ليه؟ عشان تأتي مجموعة من طيور العقاب تاكل الجثة اللي بتتحول لهيكل عظمي في وقت قصير، ويفضل الهيكل العظمي موجود في الشمس لحد ما يتحول لفتات ويختفي أي أثر موجود للجثة. وعلى قد ما الموضوع بشع إلا إنهم عندهم منطق للعملية دي بيشرحوه في كتب الديانات بتاعتهم زي ما وضح المخزنجي، لكنه كمان وضح تفسيره الشخصي للمقبرة العجيبة دي اللي أقدم برج فيها من سنة 1673 ميلادي. وكان تفسيره هو إن ده مش تفكير ديني عند المجوس ولا حاجة، هو في الأساس شيء اضطروا ليه لأنهم من زمان بيسكنوا الجبال، والجبال صخرية مش هيقدروا يحفروا فيها قبور، والنسور والعقبان موجودين دايما بشكل طبيعي عند قمم الجبال، فهي في رأيه عادات فرضتها عليهم طريقة حياتهم، وأصبغوا على العادات دي صبغة دينية. ولأن دكتور محمد المخزنجي بيتعمق دايما في الأشياء، فذكر إن دليله على ده إن في ديانات أخرى أصحابها بيسكنوا الجبال وبيتبعوا نفس التقليد في دفن أمواتهم، وبرضه بيفسروها تفسير ديني تاني خالص خاص بيهم مختلف عن تفسير المجوس. وبياخد المخزنجي من التجربة اللي شافها بعينه دي إحساس بعظيم نعمة الإسلام، ويقول: حمدت الله الذي أحمده كثيرا على نعمة الإسلام، فالعودة إلى باطن الأرض هي العودة إلى الرحم الحنون الذي منحنا إياه رب العالمين. كتاب جنوبا وشرقا هو رحلة دهشة إنسان حقيقي وبسيط وفي نفس الوقت عميق المعرفة وعنده ملكات التأمل والتعبير واللغة العذبة. فأنت في رحلة جوه كيان المخزنجي، بتشوف العالم بعينيه وبتحسه بمشاعر ولغة المخزنجي، وهذا أمر لو تعلمون عظيم. لما سألوا المخزنجي ليه مقل إلى حد ما في الإنتاج الأدبي، جاوب بأنه فعلا في حاجات كتير جواه لسه ما كتبهاش. قال مثلا إنه لسه ما كتبش المنصورة دي بكل تفاصيلها وصورتها الموجودة في وجدانه. ويمكن من الأسباب اللي بتخلي أدب المخزنجي من حيث الكم مش كتير أو ملوش وتيرة واحدة، يعني ممكن يقعد سنين ما يصدرش ليه عمل أدبي، لأنه دايما وبشكل متواصل بيخرج طاقة الكتابة في مقالات علمية إنسانية أدبية. إزاي بقى مقال يضم التلاتة؟ المخزنجي الوحيد اللي ممكن يجاوبنا على السؤال ده بشكل عملي لما تقرأ مقالاته المنشورة في الطبعة العربية من ساينتفك أمريكان والشروق نيوز ومجلة العربي الكويتية وغيرها. مقالات بديعة، نسيج مفتكس بين العلم والأدب بلغته العذبة والإحساس بالاندهاش والإعجاب بالكون. المقالات دي بينطبق عليها وصف المخزنجي للكتابة لما قال: هي ليست شغلا ولا دأبا، بل انفجارات دهشة وجيشان عاطفي ووجداني. رغم التفاصيل العلمية الموجودة في المقالات دي، إلا إن المخزنجي ما بيوصفش نفسه على إنه عالم، لكنه طبيب درس العلم ودراسته يسرت ليه قراءة العلم. دراسته العلمية وشغله كمحرر علمي في مجلة العربي لسنوات طويلة، كل ده خلى عنده شغف بثقافة العلم وقادر يقرأ ويعرف أكتر عن كل ما هو علمي في الكون. وبيكتب عن العلم بشكل أدبي لأنه مش بيشوف إن العلم والأدب كيانات منفصلة، بالعكس العلم زي ما وصف المخزنجي بيلامس الأدب وبيوحي بكثير من الخيال، وإن في الغرب العلم بيتكتب بشكل يكاد يكون أدبي، والمخزنجي عبر عن إنه بيفضل يقرأ النوع ده من الكتابة عن إنه يقرأ رواية مثلا. وكتابة العلم بطريقة أدبية هو ما يسمى بالثقافة الثالثة، وده نوع الثقافة اللي بيقدمها المخزنجي في مقالاته العلمية من سنين. تقرأ المقال من دول فتستفيد جدا وتنبهر بالحدوتة العلمية المبسطة الموجودة فيه، وكمان بيثير عندك بلغته وطريقة عرضه الأدبية والإنسانية نفس الإحساس الجميل والتأثر اللي بتخلقه الكتابة الأدبية جوه القارئ. زي مقالاته عن الحيوانات وإزاي إنه شايف إن كل نوع من الحيوانات هو مدرسة ممكن نتعلم منها حاجة، وبيلفت نظر القارئ إلى إن الحيوانات هي أكثر اتساقا مع نفسها من الإنسان، وإن الحيوان بيعيش اللحظة الحالية فقط، وده اللي بتنادي بيه الصحة النفسية في كل مكان، إن الإنسان يعيش اللحظة اللي هو موجود فيها فقط. وكمان بيتأمل المخزنجي في كتاباته عن الحيوانات المشاعر والإحساس اللي عندهم، زي الأفيال اللي بيقول إن ليها قوانين خاصة في الحياة، عندهم حداد على الأموات، ولما بيقابلوا بعض بعد فترة بيقابلوا بعض بنوع من الاحتضان، ولما الذكر يحب ينكش الأنثى يرش عليها مية بالزلومة بتاعته. في كمان مقالة جميلة للمخزنجي عن الحمار الوحشي الزيبرا،
وإزاي إن الخطوط السوداء والبيضاء اللي على جسمه هي زي البصمة اللي في صوابع كل واحد فينا، وزي ما البصمة بتختلف من شخص للتاني، كمان الحمار الوحشي الخطوط بتاعته اللي تبان لينا إنها واحدة ومكررة هي في الحقيقة مختلفة من حمار للتاني، لدرجة إن هما بيعرفوا بعض باختلافات الخطوط دي بينهم. وشرح كمان إزاي إن اللون الأبيض والأسود فيها بيخلي فيه برودة على جسم الحمار الوحشي في الحر، لأن اللون الأبيض بيعكس الحرارة واللون الأسود بيمتص حرارة الشمس، والتناقض ده بيعمل على جسمه نوع من تيار الهواء الخفيف اللي بيوفر له برودة على جسمه. ده غير إن خطوط الأبيض مع الأسود بتبقى عنصر بيزغل العين أي حيوان يحاول يفترس الحمار الوحشي. فالمعلومات لطيفة جدا ومتقدمة بشكل تأملي بسيط مليان تشبيهات وجماليات لغوية وإسقاطات على حياتنا وعلى تفكيرنا. مقالات بتحمل فعلا المهمة المقدسة للكتابة، بإنها تضيف للإنسان جديد وتغير تفكيره وتفتح له آفاق أوسع من المعرفة والإحساس بالحياة. وأتمنى أن يتم تجميع كل المقالات دي في كتاب واحد، لأنها فعلا غنية جدا ولازم يتم توثيقها وحفظها بشكل ما. المخزنجي بيقول دايما إن أفضل تعليق على حياة الكاتب هي كتاباته، وأفضل تعليق على كتابة الكاتب هي حياته. في الحلقة دي حاولت معاكم إن احنا نتأمل حياة وكتابات المخزنجي ونربطهم ببعض، نتأمل رحلة اندهاش واستكشاف وكتابة، ونقرب أكتر من نموذج الإنسان النبيل محمد علي إبراهيم المخزنجي. وبكده نكون وصلنا لآخر كلامنا. أتمنى إن تكون الحلقة عجبتكم. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.